السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب تكون قناة خفيفة على قلوبكم وتستفيدوا منها ان شاء الله. النهاردة هنعمل على المائدة بتاعتنا، كل سنة وانتم طيبين، ده الفطار بتاعنا النهاردة، كوسة باللحمة. واحنا عندنا اولاد ما بيحبوش الكوسة، فعملنا طبقين صغيرين بسلة وشوية رز. خليكم معايا للاخر، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل، الجديد احلى باذن الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله. دي كوسة، كيلو كوسة وبصلاية معايا، ودي كمية طماطم كتير، انا هاخد منها نص كيلو بس. اضربها في الخلاط مع قرنين فلفل احمر واخضر، بس كده. نحط الطماطم مع بعض والفلفل، نضربهم كويس جدا في الخلاط. وانا ما بصفيش الطماطم عشان يعني ما اكدبش عليكم، انا عندي الخلاط بيفرم الحاجه حلو، فما بصفيش الطماطم. هنحط معلقتين سمنه حلوين، ونقطع البصل رفيع، نشوحه تشويحه بسيطه. وعندي لحمه نص سوا، احطها على البصل، اديها تقليبه حلوه مع البصل، ونص معلقه توم مفروم، واضيف الطماطم. بس كده. حط التوابل بتاعتنا: ملح، كمون، فلفل اسود، ونقلب ونسيبها تستوي مع بعض. هنعمل شويه رز حبه وحبه. انا حطيت كميه رز احمرهم، وبعد كده لما اللحمه والصلصه تسبكوا حطيت الكوسه. هنعمل مع بعض بقى شويه بسله للاولاد. انا بحط بصلايه بقطعها واحط عليها دي بسله متفرزه عندي، شويه بسله على جزر. دي الرز بتاعنا لما اتحمر، شوفوا لونه تحفه ازاي. شويه ملح، وبرضو افضل اقلب عشان يطلع مفرفر. انا سايبه البسله على النار لحد ما الميه اللي فيها تنشف. احنا خلصنا كده الرز. انا شوحت اهو البسله، وكنت حاطه حله على النار بسبك صلصه. كنت ضاربه كميه صلصه طريه، كنت بسبكهم، خدت منهم معلقتين وبهر فلفل اسود وكمون. وبعد ما خدت نص سوا حطيت بطاطسايه، سيبها تستوي مع بعض. وده الرز بتاعنا مفلفل وتحفه ومفرفر ويعني الحبايه بحبتها. ودي الكوسه باللحمه، بسم الله ما شاء الله، واللحمه دايبه دايبه. الف هنا وشفا للي هياكله. تحفه وريحتها تحفه. ادي الرز بتاعنا، ودي البسله بتاعتنا، ودي الكوسه باللحمه بتاعتنا. يا رب سفرتنا تكون عجبتكم النهارده. حاجه بسيطه نحمد ربنا عليها. الف حمد وشكر ليك يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.